تابعيني وشوفي الفيديو للآخر. بحراشف بتشهي ولون ذهبي، رح تاخدوا نتيجة بتشهي. طبعا أنا بقدم معاها سلطة الكولسلو. يلا نشوف طريقة التحضير. لنحضر التتبيلة بطريقة سهلة ومبسطة، لا رح أضيف معلقتين لبن. هون عندي عصير ليمونة، هون عندي 4 معالق من الزيت. رح أضيف ربع معلقة فلفل، نص معلقة توم بودرة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة معباية بابريكا، نص معلقة من بهارات الكريسبي. أضيف عليهم نص كوب من المي يحركهم. هون عندي صدور الدجاج للكريسبي، أنا مجهزتها هيك بهالطريقة مقطعتها. لا رح نزلهم، رح أعمل لهم هيك تحريكة. هلا رح دخلهم البراد بالتتبيلة على الأقل ساعتين. بجاط غميق جهزت هون كوبين من الطحين، رح أضيف عليهم معلقتين من النشا، رشة من الملح، كمان عندي رشة بسيطة من الفلفل، معلقة صغيرة معباية فانيلا. هلا هيك بعد 3 ساعات حطيناهم بالبراد وتشربوا منيح من التبلة. هون جهزت عندي لمي باردة، شوفوا أنا كيف حاطة فيها تلج. هلا بدي بلش طبخه. شيله هلا فورا على الطحين. حطيناهم هلا بالطحين، رح نزلهم على المي الباردة. بعدين بدي شيلهم كمان رجعهم على الطحين. هيك بعد ما طالعتهم بالمي هلا بدي بلش بايدي هيك بهالطريقة من فوق لتحت. هلا رح شيلهم من الطحين بهالطريقة، نفضهم هيك بهالطريقة. هلا فورا بنزلهم على زيت حامي وغزير. هلا هيك صار عنا جاهز، وهلا رح نطالع. شوفولي ما شاء الله اللون مثل الذهب. هون رح نزله على ورق مطبخ. هيك جهزنا الصحن للتقديم. هلا رح ننزل البطاطا اللي قليتها، وهلا رح ننزل قطع الكريسبي. وشوفولي ما شاء الله صحن ولا اشهى من هيك.